صباح الخير بنات، هلا وبنات، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله الجميع بأفضل حال. نبتدي يومنا ونبتدي صباحنا وروتينا بالصلاة على محمد وآل محمد. اليوم بنات جيتكم يوم من أيام حياتي، جيتكم بفيديو أو روتين كلش حلو راح يعجبكم، وإن شاء الله راح تستمتعون وياي بهذا الفيديو. هسه بديت حضرت قهوتي الصباحية وشربت القهوة وبديت أرتب الصالة القاعدين بيها، يعني أرتب بيها ترتيبات خفيفة، الكوشات أخليهن بمكانهن، الشغلات يعني مثل السبحة التربة مال الوالدة الله يحفظها موجودة هنا على التخم، فبديت أشيل بيهن وألملمها وأرتبها. فما حبيت يعني أشارككم كنيس ومسح، إحنا مالين من هذا الروتين اليوم المعتاد عليه، فحبيت هيك يعني روتين على الخفيف على الخفيف يعني بسيط أشاركه وياكم. وهسه كملت الترتيب ومسحتها من بعد الترتيب، وهسه بديت أبخر بيها صور ببطن صور وفراش الله مشرور والنباية حضور حالنا وحوالينا من حرام اليحوف ومن حيث النقوف. بنات هاي العادة تعلمتها من بيبيتي، وهسه من نشر أمه تضحك تقول بيبيتك الله يرحمها، هاي كانت تنشرنا بيها من كنا قبل خاف يدخل علينا حرام، وهسه احنا حرام يدخل علينا. قلت لها ما أعرف، تعلمتها هاي العادة ومشت وياي، يعني أخذتها على مدار حياتي. أنا كل ما أبخر البيت أقول هاي التنشيرة، ظلت تضحك والدتي تقولي بمن ذكرتيني وبأمه الله يرحمها. وهنا بديت أحضر وجبة غدانا حبايب. هنا اليوم وجبة غدانا دجاج تبسي، دجاج يجنن بنات، جربوا هاي الطريقة مال تبسي الدجاج كلش طيب. هنا ضفت له كبابة وفلفل أسود، طبعا أنا ما أستغنى عن الفلفل الأسود يقطع ريحة الزفرة مال الدجاج. هاي طبخة تردين الطبخية ضيفي لها فلفل أسود بدون تعلم بنات، كل إحنا نعرف ومتعلمات أمهات بيوت. وضفيت طماطة وبصل وبتيتة، يعني قطعتهن مكعبات كبار وبديت أحمسهن. وهنا ضفت معجون وحمست المعجون، بس تطلع ريحة البصل وريحة الطماطة والدجاج راح أضيف شوية مي مقدار قليل، أخليها شوية يعني تبغبغ بالمي، وبعدين أقبقها، وبعدين من يظل يبغبغ شوية المي أضيف لها مقدار مي مال الطبخة. وهنا ظلت تبغبغ وضفت لها أنا مي. وهسه آخر شي بهاي الطبخة حوايب تضيفون ليمون، هاي اللمسة الأخيرة بهاي اللمسة راح تعطيها طعم روعة روعة روعة، عالم ثاني من تضيفون هاي اللمسة الأخيرة الليمون. وهنا حبايب حضرت يعني سويت تمن، ما سويت تمن لأن مقدار واحد، مقدار قلاص تمن. وهنا حمسته لأن بس أنا ووالدتي وبنتي، وما أركبه هواي، والوالدة مو من محبين التمن، ما تحب التمن نهائي، التمن بس أنا وبنتي ناكله. وهنا حضرت سلطة الفواكه مال الغداء. وهنا أنا عندي مشمش، سويت عصير مشمش. تعرفون دنيا الظهر وما أدز بنتي للدكان تجيب للوالدة لبن، فأخاف عليها، قلت علي وش تسوي تشترين لبن؟ عندها عصير، العصير أطيب من اللبن وبارد وبثلج. وهنا حوايب كمل غدانا وسهمكم وسهمنا العافية. جاي أشوفكم إنه التبسي مال الدجاج شلون طعمه روعة روعة، وهنا اللحماية شلون مستوية ذايبة ذوب. وهنا البوتيتة همين مستوية، بس ما جاي أسيطر على البوتيتة، اعذروني بنات، لين إيد أصور بيها وإيد أشتغل بيها. جاي أشوفكم وشون هنا البهاريز نزلت من الدجاج من الطماطة، هاي البهاريز راح شلون صارت مثل المرقة نغمس بيها، تخبل بنات. والله يدوم النعمة علينا وعليكم حوايب. هنا هاي صمونة وحدة بس للوالدة، وأنا آكل تمن، وبعد عندي زاد همين تمن. وهنا حبايب راحت الوالدة تتسوق، دزيتها للسوق أنا، هذا غير يوم
غير يوم هذا الفيديو دزيتها للسوق إنه تشتري لنا احتياجات يعني طلبات للبيت. تقول أني سألت أبو التيك تيك قلت له هنا أكو مجمع جديد مفتح هنا بهاي المنطقة، قالها راح أوديك المجمع اسمه كل شي وكلاشي. قالها الغراض البي كله رخيص وبأنسب الأسعار. أنا تفاجأت، قالت لي الصاج، خبز الصاج ب1000، الروبة الكاسة الكبيرة ب1500، البزالية على 1000، اللبن الشنينة هذا اسمه شنينة ب500، دبس الرمان ب1000. قلت لها يما معقولة هاي الأسعار؟ قلت لها هاي خاف الصلاحيته منتهية، المدة مالته منتهية. قالت لي لا هذا مجمع يعني مجمع كبير وأنا شفت هواي بي يعني زبائن جاي تشتري. قلت لها زين هاي الأجبان بيش؟ قالت لي والله ما تصدقين هاي الأجبان على 500. قلت لها زين هاي الأجبان شفتيها مسطرة على الميوزة؟ قالت لي لا عمي يا على الميوزة، أنا طلعتها من الثلاجة. قلت لها ما معقولة هيك أسعار رخيصة. لين تدرون بنات، لين أنا تايبة من العروض، لين مرة فتح يمنا مجمع قبل لا نشيل من هذا بيتنا. شنو هذا المجمع؟ بسوى عروض. لما اشتريت من يمه وجبت منه الغراض لقيتها كلها ريحتها ما طيبة والأجبان معفنة. فمن هذا الباب أنا تبت من العروض. ليش هم يسوون عروض بنات؟ تنتهي عندهم الصلاحية وينزلون عروض ويروحون يسوقون من جدة وجديد. وهنا حبايبي هذا الفيديو رابع يوم همين حبيت أشاركه وياكم. سوينا قيمة وتمن يعني قيمة على جتنا أخت خطارة قالت راح أسوي لكم قيمة على طريقتي، سوت لنا إياه. وهنا حبيت أشارككم تنظيف المنور مالتنا. هنا رشيت له مزيل البقع، وهنا مكناستي بالمكناسة ظليت أجلب فيه. وهنا يجيكم مكناستي بيدي ما حد يفيدني، وظليت أجلب بيه جلفة محترمة. بس يا بنات البقع ما نزالت من القاع، ظلت يعني ثابتة بالأرضية. قد حاولت ويا إنه البقع يعني بالجلف إنه تنزال من الأرضية ماكو. وهذا يعني هو هذا منور أنا سويته مطبخ حار، خليت بيه طباخ وعدلته إنه أقلبي سمك أقلبي دجاج. وإن شاء الله كان فيديونا خفيف ظريف، واللي هنا ينتهي فيديونا. وهنا أقول لكم هذا الفاينل الأخير مال الترك نظفته، واللي هنا ينتهي فيديونا. ومع السلامة.